اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بافكار جديده كده بمناسبه رمضان. حاجه بسيطه وباقل الاسعار طبعا. كلكم عارفين ورق السكيتر ده. تمام، ده رخيص جدا وتقدروا تزينوا بيه حاجات في الشقه وفي المطبخ. تديكوا كده يعني جو حلو بمناسبه رمضان. بصوا، دي صينيه اهي. هنغلفها كده مع بعض بالسكيتر ده. تمام. طبعا اللي هيساعدنا في ده القطر، اسهل من المقص يعني. انا كده اقصر القطعه كده زي ما انتم شايفين قبل الفيديو. دي قطعه كده على قد الصينيه. طبعا ممكن تعملوا اي صواني عندكم. اهو بصوا، انا الصينيه دي عندي من الجنب كده بايظه. يعني مش لازم صينيه جديده، اي صينيه تكون بايظه مثلا، او حتى لو صينيه تستعمليها يعني، بس هو بيطلع تاني. يعني مش بيأذي الصينيه في حاجه. اهو بصوا، هنطلع كده اي فراغات منه. تمام، وهوا وكده. وطبعا في زيادات دي كلها هنتحكم فيها طبعا في الاخر بالقطر. كل سنة وانتم طيبين. افكار بسيطة كده، يا رب تعجبكم. بصوا، حاولوا تطلعوا اظبطوها على قد ما تقدروا، طلعوا اي هوا فيها. طبعا انتوا لو رحتوا تشتروا الصينية كده بس مزينة، هيقول لكم طبعا اسعار. طبعا انتوا عارفين الدنيا غلت والحاجة غلت. فطبعا احنا ممكن نعملها، مش هتكلفنا حاجة اصلا. لو اقول لكم ده متر واحد من الاسكتات عمل لي حاجات كتير. والمتر ب10 جنيه، يعني سعره حلو برضو، يعمل كذا شكل وكذا حاجة. بص اهو، بالقطر بقى هنطلع احنا طبعا في زيادة زي ما انتم شايفين اهو. عشان نظبط على الصينية اكتر، لازم نمشي القطر كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا، هنشيل كده اي زيادات وهتطلع مظبوطة جدا معانا. غير طبعا نقص بالمقص اهو. انتوا بتحطوا الصينية على قطعة السكيتر كده، وتعملوا دايرة على طبعا على الظهر بتاعه. وتعملوا دايرة وتروحوا قاصين بالمقص او بالقطر. بعد كده في زيادة. بصوا انا بشيلها ازاي، بتطلع سهلة جدا اهو. بصوا، بصوا يعني بسهولة خالص بيطلع. وطبعا بيتغسل عادي والدنيا تمام ومفيهوش اي حاجة. وبعد كده تقدروا تشيلوه او تقدروا تخلوه، يعني مش شكله مش هيضركوا في حاجة يعني بعد كده. انا بظبط الزوايا طبعا زي ما انتم شايفين، في كده حتة كده زيادة من الجنب. برضو بالقطر كده هشيلها. دي اول فكرة معانا اهو. بصوا الشكل جميل ازاي. ويعني بحاجة يعتبر ما كلفتناش حتى 2 جنيه، يعتبر لو عملنا ان انا عملت منه كذا حاجة اهو. بصوا الشكل حلو ازاي. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. طبعا دي كوبايات اللي هي السادة طبعا. يعني لو عندك منها تمام، ما عندكيش ممكن تزيني اي كوباية. احنا قصين كده بسنت زي ما انتم شايفين كده، وهنلزقها مع بعض على الكوباية. طبعا تقدري تعملي لو عندك طقم مثلا سادة او طقم يعني كوبايات، تقدري تشكليه بتستعمليه في رمضان او كده، تقدري تعمليه بنفس الطريقة كده. طبعا بدل ما تروحي تشتري طقم مخصوص لرمضان. بصوا هي جت معوجة كده. بصوا، هظبطها بس معايا. بس بحاول اظبط فيها. لقيتها فيها لوحة كده، هظبطها وارجع اوريها لكم اهو. بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا الجمال والحلاوة. ونحط هنا كده من كده نجمة، برضو قصينها من الورق بالقطر اهو. بصوا الجمال. طبعا تقدروا تعملوا كذا طقم كده، يعني كذا كوباية بنفس الطريقة كده. انا عملت واحدة بس عشان اوريكم الفكرة. تمام، عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. تمام كده احنا خلصنا اول فكرة.
تاني فكرة طبعا، بصوا ده زي ما انتم شايفين كده، ده شفشق. بصوا الورق الذي عليها شيله. تمام. بصوا وكان فيه هنا صورة واتشالت. انا قصة الفانوس ده برضو منه. الورق ده يا جماعة رخيص وبيعمل ديكورات جميلة اوي في البيت. بصوا انا هلزقه هنا كده زي ما انتم شايفين. انا عايزة حاجة رقيقة برضو بسيطة يعني. اهو بصوا هنا لزقته بنفس الطريقة كده. طبعا هو فيه لزق منه فيه، انا مش بحط لزق يعني ولا حاجة. اهو احنا كده خلصنا الفكرتين الاولانيين، الصينية والكوباية والشفشق. ده تالت فكرة اهي. الفكرة التانية برضو شفشق، دي شفشق عادية انا بستعملها في رمضان، بس قلت هي ازينها كده. انا قصيت هنا بوجي وطمطم. تمام. وهلزقها كده على الشفشق. والله يا جماعة اللي انتوا لو رحتوا اشتريتوا الشفاشي والحاجات دي رمضان هتكلفكوا قد كده. اكيد في كل بيت في شفاشي وفي كوبايات وفي صواني، تقدروا تعملوها بالشكل ده، هتبقى تحفة. اهو هنا لزقنا بوجي وطمطم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني افكار جديدة لرمضان. حبايب قلبي، متنسونيش في اللايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكده خلصنا افكارنا النهاردة، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.